ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض مقرمشات لذيذه قوي بنكهه البصل، كمان هنضيف عليها شويه نكهات يدوها طعم لذيذ قوي. هتعجبكم جدا، ولو كمان لو عندكم اطفال هيحبوها قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لي لايك، اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس، ودوسي على كلمة الكل او كلمة الاول اللي جنب الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وكمان ما تنسيش تعملي لي فولو على الانستجرام والفيسبوك، هسيبهم لك اللينك بتاعهم في اول تعليق مثبت. يلا بقى نبدأ الفيديو. انا استخدمت هنا بصلاية كبيرة، ومعاها ربع كوباية زيت، ورشة ملح او نص معلقة ملح، ومعلقة بيكنج باودر في الخلاط، وخلطتهم كويس قوي لحد ما ادوني القوام اللي قدامكم دول. حطيت عليهم بقى كوبايتين دقيق وعجنتهم بالشكل ده كده. هو مقدار الدقيق ما بيبقاش كوبايتين بالظبط، هو بتحطي دقيق على حسب ما العجينه تلم معاكي وتبقى متماسكه بالشكل ده كده. تفضلي تعجني فيها لحد ما تبقى ناشفه شويه، لان دي مقرمشات فعايزينها تطلع مقرمشه. تفضلي بقى تحطي دقيق وتعجني لحد ما تبقى متماسكه بالشكل ده. ما تنسيش معلقه البيكنج باودر، ممكن تحطيها في الخلاط وممكن تحطيها مع الدقيق. هنا غلفت بقى العجينه بالشكل ده كده بكيس عشان ما تنشفش مني، وحطيتها في التلاجة شوية ترتاح لمدة نص ساعة. بعد كده خرجتها ورشيت شوية دقيق، وهفردها بشوية دقيق كده من فوق ومن تحت. وهنا دي الاشكال اللي انا بوريها لك، ان انا ممكن تستخدمي اي اشكال عندك. انا حتى مستخدمة الغطا بتاع الزيت، وهستخدم كمان الرول دي عشان اقطعها بيها، والشاليمو عشان اخرمها عشان ما تعلاش مننا في الفرن. فردتها كده بقى بشوية دقيق بالنشابة. فرديها كويس قوي، خلي السمك بتاعها يبقى رفيع عشان لو عملتيها تخينة هتطلع منك تخينة في الفرن وهتبقى طرية من جوه. قطعتها كده وسويتها بالرول بتاعت البيتزا. بصي سمكها، احنا كمان ممكن تعمليها ارفع من كده. قطعتها بقى بالشكل دوت، وعملت لها كده بقى اخرام من النص بالشاليمو. ممكن بقى تعملي بالشوكة بالسكينة تفتحيها، يعني انتي بقى على حسب ما انتي عايزة اعمليها. دهنت بقى الصاج بشوية زيت، ورصيت الكمية كده فيه، وهندخلها الفرن. نروح بقى نعمل الشكل التاني. عملتها كده بالغطا بتاع ازازة الزيت او اي غطا عندك. انا بس بوريكي ان انتي ممكن تعملي باي حاجة عندك، ما تصعبيش الدنيا يعني. وبعد كده بقى خرمتها بالشوكة بالشكل ده عشان ما تعلاش مننا وتبقى طرية من جوه. دي رشيت على وشها شوية بابريكا كده عشان تديها لون وشكل وطعم حلو، هتبقى حلوة قوي مع الاطفال. بصوا، خرميها كويس قوي عشان ما تعلاش منك، تبقى شكلها مش حلو او تبقى طرية من جوه. المفروض ان احنا عاملين لها مقرمشات كده تبقى سناكس حلوة قوي. وده الشكل التاني. عملت كده روزماري، حطيت روزماري من فوق. الروزماري كان طعمه حلو قوي، عايزه اقول لكم ان دي كانت احلى واحده. فردته كده بقى، ثبته عليها بالنشابه، وقطعتها مربعات كده، وخرمتها من النص بالشاليمو عشان برضك ما تعلاش مننا في الفرن وتبقى طريه. عايزه اقول لكم ان دي مقرمشات لازم تبقى طالعه رفيعه ومقرمشه. وخلوا بالكم كويس قوي من الفرن عشان ما تتحرقش منكم. يعني يا دوبك هم 10 دقايق وهتلاقوها احمرت من تحت. ولعوا عليها الشوايه لو لسه بيضه من فوق. 5 دقايق هتلاقوها طلعت معاكم حلوه. اهي طلعت من الفرن، شكلها حلو، طعمها جميل. اللي بالبابريكا دي مديها طعم وشكل ولون يجننوا الاطفال، هتحبها قوي. بصوا،
ودي رشيت عليها كده قبل ما ادخلها الفرن شوية ملح، مدياها طعم حلو قوي، والقرمشة بتاعتها جميلة وشكلها حلو. وعايزه اقول لكم بقى ان المربعه دي كانت احلى واحده، اللي هي كان عليها الروزماري، كان مديها ريحه وطعم حلوين قوي. وبس كده يا بنات يكون الفيديو خلص. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر